دش ساخن من محمد ابو تريكة لبيراميدز وملاكه بعد الخروج الكارثي من دوري ابطال افريقيا. أكد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي إن نادي بيراميدز دائم الشكوى من عقدة الاضطهاد والظلم، ودائما ما يدخل في صدامات مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه كان بيطالب في الموسم قبل الماضي بأحقيته بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والتي حصدها المارد الأحمر، بل واتهم اتحاد الكرة بأنه أخطأ وجامل الأهلي. وقال محمد أبو تريكة على بي إن سبورت: اتحاد الكرة كان وضع لائحة الخاصة باعتماد الفرق المشاركة في الموسم قبل الماضي، ووقتها شارك فيوتشر في الكونفدرالية رغم حصوله على المركز الخامس في نهاية الموسم. واتجه بيراميدز لتقديم شكوى رسمية في المحكمة الرياضية، لدرجة أن البعض أطلق العنان بإمكانية حرمان الأهلي من اللعب في البطولة القارية، ولكن المحكمة كاس رفضت الدعوة لنادي بيراميدز. وأضاف: بيراميدز بعد الفوز على مازيمبي في الجولة الأولى خرج مدرب النادي للتأكيد على رغبتهم في التتويج باللقب والصعود لكأس العالم للأندية. هو البعض بيطلق تصريحات بدون إدراك تام لحجم بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يتم دائما القول بأنها بطولة ضعيفة لأن الأهلي يتوج بها. غضب شديد داخل الأهلي من تصريحات بيبو بشأن محمود عبد المنعم كهربا. كشفت تقارير صحفية عن عاصفة من الغضب عمت أروقة النادي الأهلي بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة حول استبعاد اللاعب كهربا من مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا. إدارة النادي غاضبة من تعليقات بيبو التي اعتبرتها تفتح الباب لاجتهادات ضد اللاعب، خاصة مع عدم وضوح سبب الاستبعاد. وفي سياق متصل أكدت التقارير ذاتها أن كهربا لم يتلقى أي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشار إلى أن العرض الوحيد الذي وصل إلى اللاعب كان من نادي الحزم السعودي في يناير الماضي، وتم رفضه من قبل المدرب مارسيل كولر وإدارة النادي. وفي حال وصول عروض رسمية للتعاقد مع كهربا فسوف يتم فتح الباب لمناقشة أمر رحيله، خاصة إذا كان العرض مغريا من الناحية المادية.